هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 15 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم استهلالا بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لمكافحة الوباء، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعة الأسبوعي برنامجا حول المعتقلين وظروف الاعتقال وحقوق الإنسان في إريتريا. قبل ذلك أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. منظمة الصحة العالمية تخصص مساعدات طبية لدول القرن الأفريقي. مناشدات للسعودية لوقف طرد مخالفي قوانين الهجرة من الإثيوبيين. الموت يغيب الناشطة الحقوقية الإريترية منى مصطفى عبدو. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم أمس 14 من أبريل مساعدات طبية لكل من إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال. وقدمت هذه المساعدات والتي تشمل 1,000,000 كمامة طبية وقفازات طبية وأجهزة مساعدة على التنفس منظمة الصحة العالمية، والتي تتخذ من إثيوبيا محطة لتوزيع المساعدات لدول الجوار. وقالت الناطقة باسم المنظمة السيدة أليزابيث بايروس بأن هذه المساعدات مخصصة في البداية للعاملين في مجال الخدمات الطبية من أطباء وممرضين من أجل مكافحة المرض، وتشمل كذلك أجهزة مساعدة على التنفس. وأكدت المنظمة كذلك وصول مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة لحوالي 32 دولة أفريقية إلى أديس أبابا، وأشارت إلى أن منظمة إنقاذ الطفولة والأمومة اليونيسيف كانت قد أرسلت مساعدات مماثلة من قبل. وكانت إذاعة صوت أمريكا قد أشارت من قبل إلى رفض إريتريا مساعدات من مؤسسة علي بابا لصاحبها البليونير الصيني جاك ما، ولكن لم تصدر من الحكومة الإريترية أو الإثيوبية التي قامت بتوزيع المساعدات للدول الأفريقية أي تصريحات بهذا الشأن. ناشدت منظمة الهجرة الدولية المملكة العربية السعودية وقف ترحيل مخالفي قوانين الإقامة من الإثيوبيين إلى بلادهم في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة اليمايو سيفي سلاسي أن المنظمة سجلت منذ مارس الماضي عودة 2870 إثيوبيا من الذين طردتهم السعودية باستثناء 100 شخص. وتقول وكالة رويترز للأنباء بأن السعودية تنوي ترحيل 2000 إثيوبي إلى بلادهم في الفترة القادمة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة الإثيوبية طلبت وقف عمليات الترحيل إلى حين إنشاء 30 مركزا للحجر الصحي في أديس أبابا. وتخشى السلطات الإثيوبية من أن يؤدي الإجراء السعودي إلى انتشار الوباء في البلاد في ظل وجود بعض الحالات في أوساط المرحلين من السعودية. الجدير بالذكر بأن إثيوبيا والتي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة أعلنت تسجيل 74 حالة إصابة بالفيروس وحالتي وفاة بسبب المرض كذلك. غيب الموت في لندن يوم السبت الماضي 11 من أبريل الجاري الناشطة الحقوقية والداعية الإسلامية الإريترية السيدة منى مصطفى عبدو. والفقيدة الراحلة هي ابنة المناضل الراحل مصطفى عبدو، والذي كان مناضلا في صفوف جبهة التحرير الإريترية وتلقى دورة عسكرية متقدمة في العراق، عاد بعدها للعمل في صفوف الوحدات الفدائية لجيش التحرير الإريتري. وكانت الفقيدة الراحلة تعمل في مجال ترحيل وتأهيل الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم ضمن منظمة سيف باسج. وكانت نفس هذه المنظمة قد كسبت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب تسترها على بيانات تتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في عام 2018.
ونجحت الفقيدة الراحلة في ترحيل العشرات من الأطفال من مدينة كاليه الحدودية في شمال فرنسا وإدخالهم بصورة قانونية إلى المملكة المتحدة وتوفير فرص الرعاية الاجتماعية والسكن والدراسة لهم. عرفت الفقيدة منى مصطفى بحضورها القوي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتبنيها لقضايا الحريات والحقوق في إريتريا استكمالا لمسيرة والدها النضالية كما كانت تقول دوما. والفقيدة الراحلة ل4 بنات وابن واحد. نسأل الله العلي القدير أن يتقبلها في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسوف تخصص إذاعة إيرينا برنامجا خاصا عن مآثر الفقيدة الراحلة في يوم الجمعة المقبل ضمن برنامج تعليق على الحدث. استمعتم فيما مضى مستمعاتي ومستمعي الأكارم إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الصحة العالمية تخصص مساعدات طبية لدول القرن الأفريقي. مناشدات للسعودية لوقف طرد مخالفي قوانين الهجرة من الإثيوبيين. الموت يغيب الناشطة الحقوقية الإريترية منى مصطفى عبدو. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وفيما يلي نقدم لكم الإرشادات من منظمة الصحة العالمية بخصوص مكافحة وباء فيروس كورونا والاحتياطات اللازمة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. هذه إذاعة إيرينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي إذاعة إيرينا الدولية في باريس. مرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص بالمعتقلين الإريتريين في سجون وأقبية نظام الهجدف. مرحبا بكم مرة ثانية. هذه إذاعة إيرينا. عزيزي المستمع، في الوقت الذي تتقاذفنا فيه مماحكات سياسية وخلافات بينية وتسويق لأجندة فترة الأربعينيات وانفعالات مصحوبة بردود أفعال غير موضوعية في غالبها وعراك طاحن في غير معترك، خاصة الذين يبتعدون عن سبيل الرشد دوما يجنحون إلى سبيل الغي ليتخذوه سبيلا، وعدو واحد أحد يلقي بأسلحة دمارنا جميعا، على الأقل إرهاقنا سياسيا وتقسيمنا إثنيا وعرقيا ودينيا بطرق ووسائل مختلفة، يرمي حبالها هو ونتسلق خشونتها نحن جميعا دون دراية. عدو واحد يتربص بالكل الدوائر، وكل ما احتدم العراك بين الإخوة المظلومين بنسب متباينة، كلما وجد العدو نفسه في سانحة جديدة أخرى يلتقط فيها أنفاسه ويضع سيناريوهات جديدة تطيل سني عمره المتهاوي وتزيد في مأساتنا جميعا رقعا أخرى من الألم واليأس والضياع والتوهان. في هكذا وضع نشاهد ترديد شعارات ربما هي ناقصة، ولكن سادتي دعونا نناقش هذه الفكرة بعمق. كل العناوين ورؤوس النقاش التي تدور في الدوائر الوطنية المزعومة منذ أن ضاعت ملامح الفكرة والرؤية الجامعة
سواء كان همسا ووجعا في الداخل أو جهرا وجنونا في الخارج، هي من صنع العدو المشترك الذي لا يتأبط وزر خلافاتنا وشقاقنا فقط، بل يصل درجة الاستعجاب القصوى من نجاح مخططه هذا أو ذاك رغم العذاب الذي يستحوذ على الجميع. إنها مفارقات تدعو إلى التأمل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع، في هكذا خضم من الضياع المتلاطم الأمواج، أن يأتي يوم يقف فيه بعضنا المكلوم وليس الكل المنكوب الراكب مضطرا سفينة التوهان تحت عنوان 14 من أبريل، يوم المعتقل الإريتري. وقفة الجالية، أي الجاليات الإريترية خارج البلاد. تلك الوقفة تمثل تعبيرا صارخا لحالة من حالات الشتات الوطني، خاصة إذا كان جزء من الشعب يقف تلك الوقفة، وكان حري أن يقف الشعب في أي يوم من أيام السنة والشهر والأسبوع. لماذا يصبح هذا اليوم 14 من أبريل من كل عام وقفة لفئة من الناس دون غيرهم من أمة هذا الوطن الإريتري؟ لأن الجميع فعلا موجود عمليا على ظهر سفينة الوطن التائهة، تائهة السير والاتجاه. في جولة إسفيرية على وسائل التواصل الحديث واتصال هنا وهناك، يتبين لك عزيزي المستمع أن غالبية الذين يقفون مع معتقلي الضمير والرأي في إريتريا هم، أي تحديدا في 14 من أبريل، هم من المسلمين فقط، وتلك هبة وطنية ونخوة فاعلة تحسب لصالح النابضين بهموم القابعين في سجون الظالمين. قبلنا هذا أم رفضنا. الذين يعبرون عن هذا اليوم هم فئة من الناس دون غيرهم، لكن لماذا؟ علما بأنهم وغيرهم جميعا في وطن يتنادى فيه الغالب أننا أمة واحدة ذات مصيبة أوشكت أن تكون خالدة. لعل معظمنا هنا يعلم المصوغات الموضوعية لاختيار هذا اليوم 14 من أبريل اليوم كيوم للمعتقل الإريتري، بوصفه أنه اليوم الذي اعتقلت فيه بين قوسين عصابة أسمرة أكبر عدد من المواطنين المسلمين الأبرياء من أماكن ومدن محددة. والمشهد عزيزي المستمع لا يختلف عند الظالم. علينا أن نجيب على سؤال: كيف نجعل من هذا اليوم يوما يعلو فيه صوت كل المواطنين دون النظر إلى الانتماءات الحزبية والسياسية والعقدية؟ الكل مطالب أن تكون الوقفة مع المعتقلين السياسيين وغيرهم هبة وطنية واحدة تزلزل أركان ومضاجع الخونة الذين باعوا أمانة الشهداء، والمارقين عن كل مفاهيم الوطنية والتعايش، والذين لا يريدون أن تترسخ دولة العدل والقانون والمساواة. نأمل أن تكون لحمة هذا الوطن متماسكة حتى ندق جميعا آخر مسمار في نعش النظام المتهاوي الذي لا يتنفس إلا على رئة ضعفنا وشتاتنا جميعا. عزيزي المستمع، في هكذا وضع قد لا ينعدم من يستهجن مثل هذا التنادي والاصطفاف المحدود كل عام، وفي ظنه أن الجميع لا يحرك ساكنا نظرا لاستدامة المأساة والفجيعة. صحيح كان من الممكن أن نضع نهاية ماحقة لدولة الظلم واللا شرعية، ونحرر أنفسنا أولا من سجن الضمير وآهاته، ثم نحرر أسرانا من سجون الأذناب، مثلما حرر أبطالنا في نهاية القرن الماضي ثلة من المناضلين الأحرار من فك العدو وترسانة حراسته المشددة، عدو كان أقوى بكثير من العدو المزعوم إلى الوطن اليوم. العدو اليوم فلح في تمزيق وحدتنا بمختلف الوسائل نظرا لكونه يحمل جينات من جيناتنا، بالتالي يستمرئ استخدام المشترك بيننا لتوظيفه توظيفا غير وطنيا، وسيظل هكذا مدمنا حتى الرمق الأخير القريب بإذن الله، علما بأن مثل هذه الوقفات وإن كانت ناقصة
في ظن الكثيرين، إلا أنها لا بأس بها أن تحرك ضمير الصحوة في كل الاتجاهات. وكلما تمادى النظام في غيه وضلاله، كلما ضيق على نفسه أنشوطة الخناق ولا تساعة مندم، وهي سنن الله في خلقه وأراضيه. ولن يستقيم الظل عزيز المستمع والعود أعوج كما يقال، ولكن بمثل هذه الوقفات كيفما وحيثما كانت، وليتها كانت شاملة، فإنها على الأقل تحيي سنة الوفاء بالعهد والتعبير عن الإحساس والشعور بما يعانيه الأبرياء الذين قالوا كلمتهم أمام حاكم ظالم، وآخرون ربما لم يحدثوا حتى أنفسهم في شيء مما ظنه العدو المتربص، ولكنهم كانوا ضحية النفس الخائفة الراجفة التي لا تفرق بين من يحاول إزالتها وبين من حاول هديها سواء الحكم. فالنفس غير العالية تحسب كل صيحة عليها. النظام القابع في سجونه يرتجف حتى من صوت ودعاء الشيوخ الطاعنين في العمر، وهمس القواعد من النساء، وشباب حركتهم نزوة العمر وميعة الصبا. الكل عند تلك النفس الخائفة، أي النظام، عدو يتربص به المكائد. أمام كل هذا وذاك عزيزي المستمع، تظل هذه الوقفة مشهدا ناقصا يأتي تعبيرا عن كل ذلك، كما أنها تعطي أملا في نفوس أولئك القابعين في السجون. صحيح أن النظام فاق كل الأنظمة التي تفننت في تعذيب مواطنيها، ولهذا لا نعلم ما إذا كان بعض من نظن أنه سجينا هو في الواقع قد فارق الحياة مأسوفا على رحيله الشريف. ولكن أيا كانت الأوضاع لأولئك الأقوى منا جميعا، فإن مثل هذه الوقفة الناقصة والتي نأمل أن تكون شاملة، فإنها تعبر عن وفاء لهم، كما أنها تمثل خنجرا مسموما يوضع في عنق النظام حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. كل أنواع التعبير مطلوبة، سيما الشاملة، وأضعفها هذا الذي يقوم به البعض من كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن للتنديد بمؤامرة الإخفاء القسري والقتل العمد لنظام أسمر بين قوسين. وأيا كان الأمر عزيزي الفاضل، نحن لا نقف على أطلال الصامدين، بل نقف مع أرواح وضمائر الأحرار الذين عشنا معهم وكانوا بيننا ذات يوم، فقدناهم دون ما حول منا ولا قوة، تقاسمنا معهم الهموم همسا وجهرا، حلمنا معهم بدولة العدل والمساواة. لقد كانوا الأشجع منا وقوفا في وجه الظالم، وحتى البعض الذين يستحي حتى النظام من ذكر أسباب اعتقالهم. كل هؤلاء الأبطال سيذكرهم التاريخ شموخا وإباء وسؤدد. الجد والأب والابن، وحشية وسادية غريبة أن يتم اعتقال 3 أجيال من ظالم واحد. هذا سجل قياسي في دولة الظالمين. القضية أحسب أنها أكبر من مجرد اعتقال، فالمعتقل يأمل الناس في إطلاق سراحه، إما بعد انتهاء العقوبة المقررة قانونا أو بصدور عفو عام. لكن في الحالة الإريترية ربما نكون الشعب الوحيد في المعمورة الذي لا يعرف في قاموسه العفو العام أو زيارة المعتقل أو إعلان الحكم أمام محكمة أو الزيارات الأسبوعية أو الشهرية. نعرف شيئا واحدا: اقتياد الشخص من جهة حتى لا نستطيع تسميتها يساق الإنسان المكرم كما تساق الدواب. هذه مأساة إنسانية من نوع خاص. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، هناك أسر عديدة لم تذق أي طعم للحرية المفترى عليها، حيث قبع معيلوها والراعون لها منذ أول يوم وطئت فيه أقدام أولئك أرض الوطن المحرر، هذا النظام. ومنذ أن وطئت أزلامه أرض الوطن اختفى نفر عزيز من ذويهم، كأنما القدر اختطفهم خطفا، لا يعلمون شيئا عنهم حتى اللحظة. هذا حقد وكراهية وعدوانية ووحشية مزدوجة وحديثة التكوين في العقل البشري. ألا يصح لنا القول أيها السادة والسيدات أن نقول: من أين أتى هؤلاء؟
سيداتي سادتي، كنتم مع برنامج خاص بشأن المعتقل الإريتري ماضيا وحاضرا وربما مستقبلا مع الأسف الشديد. كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف، مع تحايا زميلي فتحي عثمان وبنيام سبؤون. السلام عليكم ورحمة الله، والحرية للمعتقلين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيداتي سادتي متابعي إذاعة إرينا، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. منظمة الصحة العالمية تخصص مساعدات طبية لدول القرن الأفريقي. وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم أمس 14 من أبريل مساعدات طبية لكل من إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال. وقدمت هذه المساعدات والتي تشمل 1,000,000 كمامة وقفازات طبية وأجهزة مساعدة على التنفس منظمة الصحة العالمية، والتي تتخذ من إثيوبيا محطة لتوزيع المساعدات لدول الجوار. وقالت الناطقة باسم المنظمة السيدة إليزابيث بايروس بأن هذه المساعدات مخصصة في البداية للعاملين في مجال الخدمات الطبية من أطباء وممرضين من أجل مكافحة المرض، وتشمل كذلك أجهزة مساعدة على التنفس. مناشدات للسعودية لوقف طرد مخالفي قوانين الهجرة من الإثيوبيين. ناشدت منظمة الهجرة الدولية المملكة العربية السعودية وقف ترحيل مخالفي قوانين الإقامة من الإثيوبيين إلى بلادهم في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أليمايو سيفي سلاسي أن المنظمة سجلت منذ مارس الماضي عودة 2870 إثيوبيا من الذين طردتهم السعودية باستثناء 100 شخص. وتقول وكالة رويترز بأن السعودية تنوي ترحيل 2000 إثيوبي إلى بلادهم في الفترة القادمة. الموت يغيب الناشطة الحقوقية الإريترية منى مصطفى عبدو. غياب الموت في لندن يوم السبت الماضي 11 من أبريل الجاري الناشطة الحقوقية والداعية الإسلامية الإريترية السيدة منى مصطفى عبدو. والفقيدة الراحلة هي ابنة المناضل الراحل مصطفى عبدو، الذي كان مناضلا في صفوف جبهة التحرير الإريترية وتلقى دورة عسكرية متقدمة في العراق. عاد بعدها للعمل في صفوف الوحدات الفدائية لجيش التحرير الإريتري. وكانت الفقيدة الراحلة تعمل في مجال ترحيل وتأهيل الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم ضمن منظمة سيف باسج. وكانت نفس المنظمة الإنسانية قد كسبت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب تسترها على بيانات تتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في عام 2018. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضلين، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام نعيد إليكم موجهات منظمة الصحة العالمية لسبل مكافحة فيروس كورونا. هذه إذاعة إرينا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، وقبل الختام نذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زميلي أحمد الشريف، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة إرنا.